لازم تعملوا كده لو عندكم اير فراير والمقليات بتطلع معاكم ناشفه ومش مقرمشه او الكفر بتاعها بيفك. كل الكلام ده هقوله لكم في الفيديو ده. عملت معاكم قبل كده السترابس ووريتكم ازاي بنخزنها في الفريزر ونطلعها زي الجاهزه بالظبط، يا اما نقليها في الزيت او في الاير فراير. كلكم طلبتوا طريقة ازاي بعملها في الاير فراير وتطلع مقرمشة زي ما شفتوا في الفيديو اللي قبل كده. ده منظر السترابس لما بطلعها من الفريزر زي الجاهزة بالظبط وببدأ ان انا هستخدمها. البانيه برضو لازم يكون متجمد نص تجميدة عشان الكفر بتاعه ما يفكش قبل ما تقلوها في الاير فراير. تاني اهم حاجة بقى ان لازم الحاجة اللي هنحطها دي لازم نحط لها زيت. هي اسمها اير فراير بس لازم بنستخدم معاها كمية زيت وكمية بسيطة جدا. نعم هي اسمها اير فراير بس في الاخر لازم بنستخدم معاها زيت، وبالذات الحاجات المقلية. بدهنها بفرشة او بخاخة زيت رشة من الجنبين واشغل الاير فراير. سامعين بس القرمشة؟ بشغل الاير فراير على اعلى درجة حرارة من فوق ومن تحت على لغاية ما الكفر ياخد لون، وازود 6 دقايق في 6 دقايق لغاية ما تاخد اللون الحلو ده. طبعا بقلبها طبعا كل شوية. الساندوتش بحط صوص وتركي وخس وبالهنا والشفا. عايزة اوريكم من جوه طرية وتحفة ازاي. انا عارفة ان معظم اللي عندهم اير فراير عندهم عقدة من البطاطس جواها ومتطلعش معاهم حلوة. لو عايزين تعرفوا ازاي بعمل بطاطس تحفة في الاير فراير اكتبوا لي كلمة بطاطس.